السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره تاني ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنكمل اخر محاضره معانا في التنفس الخلوي الهوائي. كنا بدانا وعرفنا ان في نوعين من التنفس، وهو التنفس الخلوي الهوائي والتنفس الخلوي اللا هوائي. وبدانا في الهوائي وقلنا ان هو بيتم على مرحله 3 مراحل: انشطار، دورة كريبس، سلسلة نقل الكترونات. وكنا خلصنا الانشطار وخلصنا دورة كريبس. فالنهارده موضوعنا عن ازاي بتحصل سلسله نقل الالكترونات وايه الهدف منها اصلا. تعالى كده نسمي الله ونبدا. بص، تنفس خلوي هوائي يعني انا قلت تنفس خلوي اصلا احنا متفقين تنفس خلوي يعني حرق الجلوكوز، فادي الجلوكوز اهو C6H12O6 ماشي، هحرقه في وجود الاكسجين عشان ده تنفس خلوي هوائي. يبقى الجلوكوز اول ما يخش لي الاوضه كده انا هعمل فيه ايه؟ هحرقه في وجود الاكسجين. فالمفروض بعد ما اخلص كل الحوارات بتاعتي دي اطلع ايه؟ قال لك الجلوكوز في وجود الاكسجين هيطلع لك 6 ثاني اكسيد كربون، 6 ميه، و38 ATP. يبقى المفروض بقى اما انت تخلص اللعب بتاعك ده كله، انشطار، دورة كريبس، سلسله كل اللعب ده طلع لي 6 ثاني اكسيد كربون، 6 ميه، 38 ATP. طب ما تيجوا نحسبهم، احنا طلعنا ايه لحد دلوقتي؟ وانشطار وسلسله نقل الالكترونات دي هتطلع لي ايه؟ طيب احنا خدنا ايه؟ خدنا اول مرحله ان ده بيتم عن طريق رقم واحد حاجه اسمها انشطار الجلوكوز. كنا قلنا المره اللي فاتت ان الجلوكوز اول ما هيخش لي الخليه كده هيروح جاي واقع في السيتوسول، قسمه 2. فلما بقسمه 2 تعال نبص كده، انشطار الجلوكوز عندي جلوكوز هقسمه 2 اللي هم مين بقى؟ 2 حمض بيروفيك. قال لك اما بقسمه بينتج لي ايه؟ بينتج لي او بستفاد منه ان هو بيطلع لي 2 ATP وبيطلع لي 2 ناد اتش. طيب هل انشطار الجلوكوز طلع لك ثاني اكسيد كربون؟ لا. هل طلع لك ميه؟ انا مش شايف ميه. هل طلع ATP؟ قال لك ده طلع 2 بس، احنا محتاجين نطلع كام؟ 38 ATP. يبقى مش كفايه المرحله دي، نخش في المرحله الثانيه. قال لك بعد الانشطار حمض البيروفيك ده بيجي حد يشيله كده، صح؟ الحته اللي هي قبل دوره كريبس على طول، فعايزين نقول كده الحته اللي قبل دوره كريبس ايه اللي بيطلع فيها؟ يبقى ما قبل دوره كريبس، الحته اللي قبل دوره كريبس. احنا قلنا في الحته اللي قبل دوره كريبس دي ايه اللي بيحصل؟ الاثنين حمض بيروفيك، مين اللي بيجي ياخدهم يوديهم دوره كريبس؟ الكو ايه. يبقى انا عندي 2 كو ايه هياخدهم ويوديهم الى دوره كريبس، وهو رايح بيهم بيفقدوا ايه؟ قلنا بتقعد تصرصر كده عشان هي غلبانه ويتيمه ومضروبه وطالع عينها، تمام؟ فبتفقد لك كل واحد فيهم هيفقد ثاني اكسيد كربون، تمام؟ وكل واحد فيهم هيفقد ناد اتش. اما فقد ثاني اكسيد كربون، حمض البيروفيك ده كان 3 كربون اتحول الى 2 اسيتايل. يبقى بدل ما كان معايا 2 مركب اسمهم حمض البيروفيك بقى معايا 2 مركب اسمهم ايه؟ اسيتايل كو اي. مرافق الانزيم ايه؟ مرافق الانزيم الف. يبقى انا عندي في الانشطار طلع لي 2 ATP 2 ناد اتش، قبل دوره كريبس على طول طلع لي 2 ناد اتش 2 ثاني اكسيد كربون. طيب رقم 3 دوره كريبس. افتكر معايا كده الدوره الواحده كده بتعمل قد ايه؟ قال لك الدوره الواحده لو هتفتكر معايا كان في 4 اسهم، المفروض كل واحده فيهم تطلع 3 ATP، كان في 3 منهم بيطلعوا ناد اتش، صح؟ فيبقى انا عندي الدوره الواحده بتطلع لي 3 ناد اتش، صح؟ وواحده فاد اتش 2 اللي هي بتاعت الساكسينيك للمليك دي. طيب وواحده ATP. ومن ستريك لكيتو جلوتاريك بفقد ثاني اكسيد كربون، ومن كيتو جلوتاريك لساكسينيك بفقد ثاني اكسيد كربون، يبقى 2 ثاني اكسيد ايه؟ كربون. يبقى الدورتين ايه؟ مش احنا قلنا جزيء الجلوكوز هيديني في الاخر 2 اسيتايل، والاستايل الواحد بيعمل دوره ويطلع لك كل الكلام ده، يبقى الواحد اسيتايل بيطلع كده، يبقى الاثنين اسيتايل هيطلعوا ايه؟ 6 نات اتش 2 فاد اتش 2
2 ATP، وعندنا مين؟ 4 ثاني اكسيد الكربون. طب تعالى نجمع كده كل اللي احنا عملناه قبل ما نخش سلسله نقل الالكترونات. يبقى كل اللي احنا عملناه كل اللي طلع قبل سلسله نقل الالكترونات اللي احنا هنتكلم عليها النهارده. ماشي، بص كده تعالى نجمع. طلع لي كام اي تي بي عامة بشكل مباشر قبل ما ابدا سلسلة نقل الالكترونات؟ تعالى نجمع. 2 في الانشطار. هل طلع حاجة في الحتة بتاعت قبل دورة كريبس؟ لا. طلع حاجة من دورتين كريبس؟ 2. يبقى انا عندي 4 اي تي بي بشكل مباشر. يبقى قبل ما اخش السلسلة انا كونت 4 اي تي بي. ماشي. كونت ايه تاني؟ تعالى نجمع الناد اتش كده. هتلاقي الانشطار مطلع لك 2 ناد اتش، هتلاقي بتاع النقل مطلع لك 2 ناد اتش، يبقى كده 4 ناد اتش، 2 و2. طيب تعالى نعد بقى الدورتين، 6 صح؟ هل في ناد اتش تاني؟ لا. فقال لك قبل ما تخش السلسله بيكون عندك 10 ناد اتش. جم منين؟ 2 بتوع الانشطار، 2 بتوع النقل، 6 بتوع الدورتين بتوع كريبس. طيب كام فاد اتش 2؟ عندي الدورتين بيطلعوا لي 2 فاد اتش 2. طيب تعالى نجمع ثاني اكسيد الكربون. هتلاقي الانشطار طلع ثاني اكسيد الكربون؟ لا. ما قبل دوره كريبس مطلعين 2، دورتين كريبس مطلعين 4، يبقى كده انا طلعت الستة ثاني اكسيد كربون. يبقى انا عندي كده لو عايزين نشوف ايه اللي حصل، هتلاقي انت كنت عايز تكون دول صح؟ مين فيهم اتكون؟ ده انا طلعت الست ثاني اكسيد كربون. يبقى انا عندي ثاني اكسيد الكربون بيطلع كله من انهي مرحلتين؟ من الانشطار ودوره كريبس. طيب عندنا اقصد يعني كله بيطلع عامه في الحته اللي هي قبل دوره كريبس ودوره ايه؟ كريبس، يعني قبل ما نخش الايه؟ سلسله بتاعت نقل الالكترونات. هل طلعنا ميه لحد دلوقتي؟ لا. يبقى احنا تستنتج كده اللي انت هتكون الميه في سلسله نقل الالكترونات. طيب كونت الاي تي بي؟ لا. بص الاي تي بي احنا كونا منها كام؟ 4. فاحنا كونا 4 وفاضل لنا لسه كام؟ 34. يبقى انا عندي 4 بيخرجوا بشكل مباشر ولسه في 34 هيطلعوا من سلسله نقل الالكترونات. يبقى انا كده لو سالتك سلسله نقل الالكترونات الهدف منها تكوين الميه وتكوين 34 جزيء اي تي بي. لان انا عندي قبل ما اخش سلسله نقل الالكترونات انا معايا ثاني اكسيد الكربون بحاله ومعايا 4 اي تي بي، يبقى فاضل لي 6 ميه و6 ولا 34 اي تي بي. طيب ركز معايا كده عشان ما تتوهش مني. بص يا باشا، فهو كده عشان الدرس ده يعني ايه، هو انا بقى عايزك تتمزج منه. بص الجلوكوز دخل اتضرب بعدين اتشالوا وهم مقسومين وديتهم دورة كريبس. الخطوات دي كلها لحد دلوقتي هل احنا عملنا حاجه في الالكترونات اللي كان فيها طاقه اللي جه الناد والهيدروجين مسكوها وكونوا لي ناد اتش، اللي جه الفاد والاتش مسكوها وكونوا فاد اتش 2؟ لا احنا ما كناش جينا ناحيتهم، احنا بس ايه يعني قلنا لهم اقعدوا دلوقتي هنجي لكم في الاخر. يبقى احنا كنا بنعمل ايه من اول الحصه؟ كنا بنقول ان الجزيء ده ايا كان الجزيء او ايا كانت المرحله كان اما بيتضرب او يحصل فيه اي حاجه يا اما يطلع لك طاقه تخزنها في صوره اي تي بي او طاقه في قلب الالكترونات. فقلنا خلاص بص خليها دلوقتي بس واما نوصل في الاخر هنطلع الطاقه دي من الالكترونات. فالطاقه دي كانت موجوده فين؟ موجوده في جزيئات الناد اتش، موجوده في الفاد اتش 2. يعني من الاخر قول مثلا ان في طاقه متجمده في قلب الناد اتش والفاد اتش 2، ودلوقتي سلسله نقل الالكترونات هتحرر لك الطاقه اللي موجوده في الناد والفاد. تمام؟ طيب هنخش دلوقتي على اخر مرحله معانا وهي سلسله نقل الالكترونات. وقبل ما نبدا كده سلسله نقل الالكترونات هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي الميه اللي فاضله وهتطلع لك ال 34 اي تي بي اللي انت لسه ايه فاضلين لك، لان احنا كده قلنا ايه؟ قلنا كل اللي انت محتاجه اهو، كل اللي طلع. تمام؟ مهم جدا اللي انت تركز ايه بيطلع ايه. الانشطار بيطلع 2 اي تي بي 2 ناد اتش، ما قبل دوره كريبس 2 ناد اتش 2 ثاني اكسيد الكربون. دوره كريبس دورتين هيطلعوا لي 6 ناد اتش 2 فاد اتش 2 2 اي تي بي 4 ثاني اكسيد الكربون. طيب قبل ما نخش السلسله بتاعه نقل الالكترونات معايا 10 ناد اتش، معايا 2 فاد اتش 2، طيب معايا 6 ثاني اكسيد الكربون. طيب كده ثاني اكسيد الكربون ده واحد من النواتج صح؟ والاربعه اي تي بي ديت جزء من النواتج صح؟ يبقى انا عندي انا داخل سلسله نقل الالكترونات ب 10 ناد اتش والاثنين فاد اتش 2. داخل سلسله نقل الالكترونات ليه؟ عشان اطلع الطاقه اللي موجوده في الالكترونات اللي في الناد اتش والفاد اتش
2. يبقى ايه الهدف من سلسله نقل الالكترونات؟ احرر الطاقه اللي موجوده في جزيئات الناد اتش اللي هم عددهم كام؟ 10، والطاقه اللي موجوده في جزيئات الفات اتش 2 اللي هم عددهم كام؟ 2. تمام. ليه بحرر الطاقه دي؟ علشان اكون 6 ميه واكون ال 34 اي تي بي اللي فاضلين لي، لان انا اوريدي كونت كام؟ 4. مفهوم؟ طيب نمسح السبوره ونكمل دلوقتي بقى اخر موضوع، وهو سلسله نقل الالكترونات. احنا داخلين بايه من الاخر؟ يعني داخلين بانهي جزيئات؟ قال لك انت داخل سلسله نقل الكترونات ب 10 جزيئات ناد اتش وبجزيئين فاد اتش 2. تمام، يبقى دول اللي هيشاركوا في سلسله نقل الالكترونات. طب خلينا كده نفتكر ازاي الناد ده كان بيتكون، الناد اتش، وازاي الفات اتش 2 كان بيتكون. كنا بنقول الكترون او قصدي الجلوكوز في المراحل بتاعته دي كلها كان بيطلع طاقه على طول تتخزن في صوره اي تي بي، وكان بيبقى جواه الكترونات مستوياتها عاليه. كان مين بيجي ياخدها؟ الناد موجب والهيدروجين، يجوا يلاقوا الكترون مستوى عالي، يروح جايين عاملين ايه؟ واخدينه، فيكون لك ناد اتش. يبقى الناد اتش ده جواه الكترونات مستوياتها عاليه، يعني فيها طاقه كتير. الفاد اتش 2 جواه الكترونات مستوياتها عاليه من الطاقه. وضحت؟ يبقى الناد اتش ده فيه الكترونات كان واخدها من الجلوكوز، الطاقه بتاعتها كبيره. الفاد اتش 2 واخد الكترونات من الجلوكوز، الطاقه بتاعتها كبيره. يبقى اي ناد اتكون كان واخد الكترون من المراحل بتاعه الانشطار ودوره كريبس، الالكترونات ديت فيها طاقه كتير، يعني الالكترونات بتاعتها مستوياتها عاليه. طيب يبقى انا عارف ان الناد اتش ده اهو جواه الكترونات الطاقه بتاعتها كتير. طب ما تيجي نفكه كده ونطلع الطاقه منه او الكترون منه. قال لك بص، الناد ده هيجي يتفك، الناد اتش هيتفك الى ناد موجب زائد اتش موجب. قال لا، ده كانوا متعادلين، ده بقى ايون وده بقى ايون، فده فقد الكترون وده فقد الكترون، يبقى هيطلعوا لي كام؟ 2 الكترون. يبقى انا عندي الناد اتش طلع لي 2 الكترون. انت عارف ان الاثنين الكترون اللي كانوا مخلينهم ماسكين في بعض الطاقه بتاعتهم ايه؟ عاليه، صح؟ قال لك اه صح. فقال لك بتبدا سلسله نقل الالكترونات ان هي بتطلق الناد اتش، يعني بتخليه ينفصل الى هيدروجين وناد والكترونات. طيب فتيجي كده على السلسله، تعالى نتخيلها بالرسمه دي كده. ايه اللي بيحصل؟ قالت لك انا هفصل الاثنين عن بعض. هتفصلي مين يا حاجه؟ هفصل الاثنين الكترون عن الاثنين بروتون بتوع الهيدروجين. بروتون؟ ايه الكلمه دي؟ ما انت عارف ذره الهيدروجين اللي هي المتعادله في بروتون وبيلف حواليه الكترون، صح؟ انا بفصل الالكترون عن البروتون، يعني بجيب البروتون اللي هو النواه دي ماشي اللي فيها بروتون واحد، تمام اهي، واجيب الهيدروجين في حته ثانيه بطلقهم. يبقى سلسله نقل الالكترونات بتطلق الاثنين، لا مؤاخذه يا شباب. تمام؟ هتطلق لك الكترون عن البروتون. طيب بعد ما تطلقهم قالت لك ما تقلقش انا هردهم تاني. انا من الاخر بص، لو شبهنا مثلا ان الالكترون ده الذكر اللي هو الذكر ماشي والهيدروجين ده الانثى، فبتقول لك ايه؟ بص انا هطلعهم دلوقتي عشان الالكترون ده فيه طاقه تضاد، تمام؟ هفضي الطاقه دي وبعدين ارجع اجوزهم تاني. يبقى سلسله نقل الالكترونات بتعمل ايه؟ بتفصلهم، بتفصل الالكترون عن البروتون. تمام؟ ليه؟ عشان الالكترون ده فيه طاقه. ماشي، هتعمل ايه هي فيه؟ تقول لك ما تقلقش انا هديه وبعدين ارجعه لك تاني. فسلسله نقل الالكترونات بتعمل ايه؟ بتيجي على الناد اتش تروح جايه فاصله البروتون عن الالكترون، فاصله الهيدروجين عن الالكترون، تعمل ايه؟ تفضي الطاقه من الالكترون وبعدين ترجعه للهيدروجين. طب تعالى نشوف كده. دلوقتي سلسله نقل الالكترونات فصلت لي الاثنين عن بعض، وبعدين تاخد الكترون عشان الالكترون ده الطاقه بتاعته ايه؟ عاليه. تعمل فيه ايه؟ قالت لك مالكش دعوه، انا هخليه يفقد الطاقه اللي فيه. هو دلوقتي هو بيتنطط ليه؟ عشان هو موجود في مستوى عالي من الطاقه، صح؟ هو انا لو جبت من المستوى العالي ده لمستوى اقل مش هيطلع طاقه؟ طب بص، هو موجود دلوقتي في مستوى عالي صح؟ هنخليه يتواضع دلوقتي وينزل لمستوى ايه؟ اقل. اما ينزل لمستوى اقل كده مش هيفقد شويه طاقه؟ هيفقد طاقه. مين بقى اللي اول ما بيشوف طاقه طالعه يروح جاي محلق عليها؟ الاي دي بي والفوسفات ويكونهم اي تي بي. يبقى الطاقه اللي طالعه دي مين اللي هيجي ياخدها؟ اي دي بي ومجموعه فوسفات فيكونهم اي تي بي. ماشي؟ فانا كده كونت واحده ايه؟ اي تي بي. قال لك بص ده لسه في طاقه هيتنطط عليها برضه،
طب نعمل ايه؟ خليه ينزل كمان مره. ماشي، فما ينزل كمان مره من مستوى عالي لمستوى اقل، ماشي، هيعمل ايه؟ هيطلع طاقه. طاقه مين اللي هيجي يمسكها؟ اي دي بي وفوسفات ويكون لي اي تي بي. ماشي، طيب ينط كمان مره من مستوى عالي لمستوى اقل ويطلع لي طاقه. مين اللي اول ما بيشوف طاقه؟ الاي دي بي والفوسفات، فيكون لي اي تي بي. فتلاقي نفسك انت حررت الطاقه اللي كانت موجوده فين؟ في الناد اتش وخليتها اي تي بي. طب كده الناد اتش طلع لي كام اي تي بي؟ 3 اي تي بي. يبقى في المجمل في الاخر الواحده ناد اتش بتطلع 3 اي تي بي. طب لو خدت الكترونات من الفاد هتطلع لي كام اي تي بي؟ بتطلع 2 فقط. يبقى انا عندي الالكترونات بتاعت الناد بتطلع 3 اي تي بي، الالكترونات بتاعت الفاد بتطلع 2 اي تي بي. مفهوم؟ ماشي. طيب انت طلقتيهم يا سلسله نقل الالكترونات، يعني انت ست وحش طلقتيهم. لا يا عم، يعني انت ظالمني. هي بتعمل ايه سلسله نقل الالكترونات دي؟ وقالت لك انا بطلقه، واخد الذكر كده اهديه، باخد الكترون اهديه، هديته، فبقى هنا وصل هنا الالكترون، ماشي، بقى هادي. يعني الطاقه اللي فيه ايه؟ قليله، صح؟ اما الطاقه تبقى قليله تقول لك خلاص تعالي يا حاجه احنا هنردكم تاني لبعض. فتيجي الاتنين بروتون يرجعوا للاتنين الكترون. ماشي، مين بقى اللي هيجي يجوزهم؟ المأذون اللي هيجي يردهم. قال لك المأذون هنا هو الأكسجين، ذرة أكسجين. فدول كده مع بعض هيكونوا لي مين؟ هيكونوا لي المية. قال له هي بالظبط كونا المية. وده أول مرة نجيب سيرة الأكسجين بيعمل حاجة. فبيقول لك ايه بقى؟ الاكسجين هو اللي بيستقبلهم في الاخر، اخر حاجه في الخطوات كلها الاكسجين. فالاكسجين بيقال عليه المستقبل الاخير في سلسله نقل الالكترونات. يبقى الاكسجين هو اللي استقبلهم في الاخر وجوزهم تاني. يبقى احنا بنعمل ايه في سلسله نقل الالكترونات؟ بنطلق البروتون اللي هو الايون الموجب للهيدروجين والكترون، بنفصلهم عن بعض، ناخد الكترون نفضيه من الطاقه، بعد ما نفضيه من الطاقه نيجي نردهم. مين اللي بيردهم لبعض تاني؟ الاكسجين. فالاكسجين هو المستقبل الاخير في سلسله نقل الالكترونات. ليه؟ هو اللي بيستقبلهم في الاخر. يبقى الاكسجين هو المستقبل الاخير في سلسله نقل الالكترونات. مفهوم يا باشا؟ مفهوم يا حبي. بص احنا كده يعتبر خلصنا الدرس، فركز معايا كده عشان نلم الدنيا. سلسله نقل الالكترونات بيخش ال10 ناد اتش، كل واحده بقى هنفضي الطاقه منها من الالكترونات. فانا قلت لك الواحده ناد اتش بتطلع 3 اي تي بي. طيب الواحده فات اتش 2 بتطلع 2 اي تي بي. مفهوم؟ تمام. انا معايا 10 ناد اتش، صح؟ يبقى هيطلعوا لي 30 اي تي بي. يبقى دول كده في الاخر هخرج بايه؟ ال10 ناد اتش 10 ناد اتش، صح؟ يعني 30 اي تي بي. يبقى انا هخرج ب 30 اي تي بي، وعندي 2 فاد اتش 2. الفاد اتش الواحده بتطلع 2، صح؟ يبقى 2 في 2 ب4، يبقى 4 اي تي بي. يبقى انا عندي سلسله نقل الكترونات هتطلع لي كام اي تي بي؟ 30 من الناد اتش كلهم و4 من الفاد اتش 2، فطلعت 34 اللي انا محتاجهم اهو. طيب وطلعت ايه كمان؟ الميه اهي اتكونت. ما انا لما طلعت الطاقه اما جيت اردهم، اللي ردهم الاكسجين فكون لي مين؟ كون لي الميه. فانا كونت الميه بالالكترونات اللي طلعت. وكده احنا خلاص عملنا التنفس الخلوي الهوائي. الكلام ده كله بيحصل فين حته؟ بيحصل فيه عند الاعراف بتاعه الميتوكوندريا. ماشي، دي الميتوكوندريا اهي بيحصل جوه الفرن. فطالما بتحصل جوه الفرن يبقى محتاجه الاكسجين. طيب يبقى مكان الحدوث هو الميتوكوندريا. طيب مين اللي بيمسكهم بقى وينزلهم من مستويات عاليه لمستويات اقل؟ يعني بص، سلسله نقل الالكترونات بتفصلهم. طب بعد ما فصلتهم هتجيب حد يهدي الالكترون. مين اللي بيهدي الالكترون؟ حاجه اسمها السيتوكرومات.
ايه هي السيتوكرومات؟ دي عباره عن بروتينات موجوده هنا كده على الغشاء الداخلي اللي هي الاعراف، بتمسك الالكترونات تفضيها من الايه؟ تفضيها من الطاقه اللي فيها، تهديها يعني. تمام؟ طيب بص، سلسله نقل الالكترون هتلاقيها دايما اما بتفضي الالكترون بتكون لك اي تي بي، صح؟ تكوين اي تي بي يعني بمسك فوسفات لاي تي بي، صح؟ ان انا اضيف فوسفات دي اسمها عمليه فسفره، اسمها عمليه ايه؟ فسفره. فقال لك انت هنا بتضيف فوسفات للاي تي بي، صح؟ عشان تكون اي تي بي، فقال لك سلسله نقل الكترونات اسمها فسفره. طيب فسفره نتيجه فقد مين؟ الكترونات، صح؟ يبقى اسمها فسفره تاكسديه. هو ما هو فقد الالكترون معناها عمليه اكسده. يبقى بص، حاجه تفقد الكترون يعني هيحصل لها اكسده، حاجه تاخد الكترون يبقى هيحصل لها اختزال. طب لو احنا عايزين نجمع كل حالات الاكسده والاختزال كده، اولا لو سالك في الدرس ده الاكسده او معظم عمليات التنفس الخلوي هي عباره عن عمليات اكسده. طيب الاكسده دي بتعتمد على ايه؟ على فقد الالكترونات. ماشي، يبقى في الدرس ده. طب لو انا واحد عايز ايه؟ اجمع كل حالات الاكسده وكل حالات الاختزال. بص، انت قول الحاجه دي حصل لها اكسده لو الحاجه دي فقدت الكترون، ده اول حاجه. لو الحاجه دي اتفاعلت مع اكسجين، لو الحاجه دي انت خدت منها هيدروجين يعني خليتها تفقد هيدروجين، يبقى ده كده اقول عليها اكسده. طب لو انا عايز اقول على حاجه اختزال، فهقول انا اديته الكترون او اديته هيدروجين او خدت منه اكسجين، ده كده ايه؟ اختزال. هنا كده انت خدت الالكترون، صح؟ خليته يفقد الكترون، فدي كده فسفره نتيجه عمليه الاكسده. تمام؟ يبقى دي فسفره نتيجه عمليه الايه؟ الاكسده، فيبقى اسمها فسفره تاكسديه. طيب لو قال لي اكسده فوسفوريه، غلط؟ غلط. بص، دي العمليه وده السبب بتاعها. فلو قال لك اكسده فوسفوريه يبقى في عمليه اكسده بتحصل نتيجه ان انت بتستخدم الفوسفور او اضافه الفوسفور. هل ده لوجيك؟ لا. يبقى فسفره تاكسديه يعني ان في عمليه فسفره، يعني اضافه فوسفات عشان تكون اي تي بي بتحصل نتيجه كده، يبقى دي نتيجه دي. فانا لو قلت اكسده فوسفوريه، هل الاكسده بتحصل نتيجه الفسفره ولا العكس؟ الفسفره هي اللي بتحصل نتيجه الايه؟ الاكسده. فالترتيب ده مهم. يبقى سلسله نقل الالكترونات اسمها الايه؟ الفسفره التاكسديه. هو احنا سمعنا كلمه فسفره دي امتى قبل كده؟ الفسفره الضوئيه. بص، فسفره يعني تكوين اي تي بي. فسفره يعني ايه؟ تكوين اي تي بي. تكوين اي تي بي بواسطه الطاقه دي اللي طالعه من عمليه الاكسده يبقى فسفره تاكسديه. طب تكوين اي تي بي من الطاقه الضوئيه يبقى اسمها فسفره ضوئيه، في التفاعلات الضوئيه بتاعت البناء الضوئي. يبقى فسفره تاكسديه يعني بكون اي تي بي باستخدام عمليه التاكسد. طيب فسفره ضوئيه يعني بكون اي تي بي باستخدام الطاقه الضوئيه بتاعت التفاعلات الايه؟ الضوئيه. مفهوم لحد هنا؟ كده احنا خلصنا مين؟ التنفس الخلوي الهوائي. هنخش في التنفس الخلوي اللاهوائي، مش هيحتاج شرح خالص، هو بسيط جدا جدا جدا. اخر حاجه في درس التنفس الخلوي هنتكلم على التنفس الخلوي اللاهوائي. تنفس خلوي لاهوائي، فانا هحرق الجلوكوز بس مفيش اكسجين. فدلوقتي وليكن مثلا دي خليه عضله بتاعت الجسم مثلا، العضله دي توصل لها جلوكوز بس يعني ايه؟ انت بذلت مجهود عنيف او بقالك كتير بتلعب، فما بقاش الجسم قادر ان هو يودي لها اكسجين، فدلوقتي كده الاكسجين قليل او مفيش اكسجين، فهتضطر العضله اللي هي تعمل تنفس خلوي لا هوائي. طب تعالى نشوف ايه اللي بيحصل. قال لك بص، دلوقتي مفيش اكسجين، يبقى هل في الحاجات اللي بتحصل في الفرن؟ لا، يبقى الفرن ما بيشتغلش، الميتوكوندريا ما بتشتغلش. يبقى طالما مفيش اكسجين مش هنجيب سيره الميتوكوندريا، فمش هنجيب سيره دورة كريبس، مش هنجيب سيره سلسله نقل الكترونات. طب الانشطار، هل ان انت لما بتضرب الجلوكوز ويجيب ابن عمه وتعمل كل الحوارات دي محتاجه اكسجين؟ لا. يبقى انا عندي كده اللي بيحصل انشطار عادي خالص، جلوكوز ماشي، هيبقى جلوكوز 6 فوسفات بعدين فركتوز 6 فوسفات بعدين فركتوز 1 6 ثنائي فوسفات بعد كده 2 فوسفوجليسرول بعد 2 حمض بيروفيك، صح؟ ففي الاخر كده هيحصل للجلوكوز ده انشطار ويكون لي 2 حمض بيروفيك. طيب كانوا بينتجوا ايه؟ كانوا بينتجوا 2 ناد اتش و2 اي تي بي، صح؟ طيب هل في سلسله نقل الكترونات؟ لا. طب الناد اتش ده هنعمل بيها ايه؟ يعني مش فاهم.
هو دلوقتي انا وقفت خلاص، انا مش عارف اعمل ايه. يبقى الجلوكوز دخل، لو مفيش اكسجين هنعمل فيه ايه؟ هنلطش له، هديله على قفاه فيجيب ابن عمه، فاديله على قفاه وعلى وشه، بعدين اقسمه 2 فوسفوجليسيرايد، بعدين يفقد الطاقه اللي فيه ويتحول الى 2 حمض بيروفيك. ال2 حمض بيروفيك دول قاعدين ماشي، حاطين ايدهم على كفهم وجنبهم ال2 ناد اتش. ما هو ال2 ناد اتش دي ما اعرفش استفاد بيها، لازم يكون في اكسجين عشان يستفاد بيها صح؟ ماشي. ماذا بعد؟ هنعمل ايه؟ مستنيين حد فينا يبدا. مين دول بقى؟ حمض بيروفيك والناد اتش. طب الاي تي بي لا، الخليه تستخدمها عادي. يبقى انا خليه بتستخدم الاي تي بي عادي عشان هي العمله بتاعه الطاقه اللي هي الحاجه السهله. لكن الناد اتش الطاقه في الالكترون يعني شوف بقى هتاخدها منه ازاي؟ لازم يكون في اكسجين عشان تعرف تاخدها منه. طب الحل هنعمل ايه انا وانت؟ قالت له بقول لك ايه، طب ما تيجي كده، ما تيجي يعني. طب تعال ماشي. قال لك حمض بيروفيك هو والناد اتش ده هم، يبقى الاي تي بي ده الخليه بتستخدمه عادي. طب الناد اتش قال لك هيجي هو حمض البيروفيك، يبقى حمض البيروفيك ده هيجي له مين؟ الناد اتش، تمام؟ اللي بتاع سلسله ايه؟ بتاع انشطار الجلوكوز، ماشي. وقال لك لو جه الناد اتش مع حمض البيروفيك هيكونهم حاجه اسمها حمض اللاكتيك. هو انا لو عايز اقول اسم للمرحله دي كده، بص حمض البيروفيك هديله هيدروجين صح؟ يبقى اختزال حمض البيروفيك. يبقى انا ممكن اقول ان التنفس الخلوي اللاهوائي هو عباره عن اختزال حمض البيروفيك بواسطه الناد اتش المتكون من انشطار الجلوكوز. والله تمام. طالما انت هتستهلك ناد اتش يبقى انت بتعمل اختزال للحمض ده، تمام. يبقى دي كده الخطوه ديت اسمها تنفس خلوي لاهوائي او اختزال حمض الايه؟ البيروفيك. بواسطه مين؟ بواسطه الناد اتش، فهيكون لي حمض اللاكتيك. طب حمض البيروفيك ده عنده كام كربونه؟ 3 كربون. طيب حمض اللاكتيك ده عنده كام كربونه؟ 3 كربون. ماشي، ما عملناش اي حاجه، احنا كوننا حمض ايه؟ لاكتيك. طيب قال لك حمض البيروفيك مع الناد اتش بيكونوا حمض لاكتيك لو دي كانت خليه عضليه او بكتيريا. يبقى انا لو خلايا في جسم الانسان مش وصل لها اكسجين هتعمل ايه؟ الجلوكوز اللي داخل لها هتقسمه وتطلع لي 2 ناد اتش و2 اي تي بي. طيب بعد ما تقسمه هتقف، مش عارفين نعمل ايه، مفيش اكسجين. الناد اتش ده تمام، انا عادي خالص. ومين؟ حمض البيروفيك انا عادي خالص. فراحوا جايين الاثنين ماسكين في بعض، فلما يمسكوا الاثنين في بعض هيكون لك حمض الايه؟ اللاكتيك. طيب ده لو خلايا في جسمي او خلايا في الايه؟ في البكتيريا. طب لو مسكوا في بعض بس كانوا في نبات بقى او في الخميره، ايه اللي هيحصل؟ هل هيحصل اختلاف؟ قال لك بص ماشي، لو انا المره دي في خميره او في نبات، ايه اللي هيحصل؟ دلوقتي النبات فيه جلوكوز لكن مفيش اكسجين، هيعمل له ايه؟ هيلطش للجلوكوز فيبقى جلوكوز 6 فوسفات، بعدين يجيب ابن عمه فركتوز 6 فوسفات، بعدين ابن عمه يبقى فركتوز 1 6 فوسفات، بعدين يبقى فوسفوجليسيرايد، بعدين يبقى 2 حمض بيروفيك. ماشي، الاثنين حمض بيروفيك قاعدين كده حاطين يعني انا تمام، والناد اتش يعني انا تمام، لحد ما يروحوا الاثنين ماسكين في بعض، هيمسكوا في بعض فيكونوا لي ايه؟ قال لك لو مسكوا في بعض في النبات بيكونوا، ركز معايا بقى، كحول ايثيلي. وانا قلت لك اي حاجه فيها كلمه ايث في العضويه يعني فيها 2 كربون، يبقى الكحول الايثيلي ده فيه 2 كربون صح؟ وحمض البيروفيك كان فيه 3 كربون، يبقى اكيد على السهم ده بتطلع ايه؟ ثاني اكسيد كربون. وركز بقى معايا عشان دي اكتر حته هتتهري فيها اسئله. يبقى انا عندي نوعين من التنفس الخلوي اللاهوائي. اللاهوائي لو بكتيريا هيكون حمض اللاكتيك، لو نبات هيكون لي كحول الايثيلي. يبقى نبات كحول ايثيلي، عضله بكتيريا حمض لاكتيك. يبقى عضله بكتيريا لاكتيك، عضله بكتيريا لاكتيك، عضله بكتيريا لاكتيك، خميره نبات كحول، تمام؟ خميره نبات كحول او نبات خميره كحول، تمام؟ يبقى نبات خميره كحول، ماشي؟ عضله بكتيريا لاكتيك. طيب فقال لك بص التنفس الخلوي اللاهوائي ده ماشي، اشهر حاجه ليه هي عمليه التخمر، اللي هو العجين يخمر صح؟ فقال لك انا ليها اسم تاني، التنفس الخلوي اللاهوائي اسمها عمليه التخمر.
طيب التخمر ده كده في منه كام نوع؟ نوعين. تخمر بيكون حمض فيبقى اسمه حمضي، تمام، وتخمر بيكون كحول فيبقى اسمه تخمر ايه؟ كحولي. حمضي لو كانت عضله او بكتيريا، ماشي، كحولي لو كانت نبات او خميره، ماشي. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الكحولي بينتج لي ثاني اكسيد كربون، الحمضي مفيش ثاني اكسيد كربون. طب لو انا عايز اجمع النواتج كده واقارن ما بينهم، بص، تخمر يعني تنفس خلوي لا هوائي، ماشي، حمضي بيحصل فين؟ في العضلات والبكتيريا، بيخش جلوكوز ويطلع لي في الاخر خالص 2 لاكتيك، ماشي. في كام اي تي بي؟ 2 اي تي بي، استفدت ب 2 اي تي بي. في اي حاجه تانية؟ لا. يبقى ده كان ملخص مين؟ التخمر الحمضي. طيب التخمر الكحولي اللي هو نبات او خميره، واحد جلوكوز هيطلع 2 كحول ايثيلي، ماشي. طيب الجلوكوز عشان يبقى كحول ايثيلي فقدنا ثاني اكسيد 2 اي تي بي و 2 ثاني اكسيد ايه؟ ثاني اكسيد كربون، تمام. يبقى انا عندي الحمضي والكحولي الفرق ما بينهم خروج مين؟ الثاني اكسيد كربون، لكن بيخرج نفس كميه الايه؟ الاي تي بي اللي هي بتكون قليله جدا. طيب لو قال لك النسبه ما بين الاي تي بي اللي بيطلع في التنفس الخلوي الهوائي واللا هوائي، تمام. بص دلوقتي لو تنفس خلوي هوائي بيطلع 38 اي تي بي، يبقى جزيء الجلوكوز الواحد بيطلع 38 اي تي بي. طب لو لا هوائي جزيء الواحد بيطلع 2 اي تي بي، يبقى النسبه 19 الى 1. عندك الهوائي بيطلع 19 مره ضعف اللاهوائي، اللاهوائي بيطلع 2 بس، الهوائي بيطلع 38، يعني قدها 19 مره كمان، يعني نضرب في 19، 2 في 19 ب 38. وضحت؟ طيب بص، اما بيحصل تخمر حمضي وما بيحصل تخمر كحولي، دول في اسئله كتير بتيجي فيهم عشان هم مرتبطين شويه بالحياه الواقعيه. بص دلوقتي لو قلنا ان دي عضله جاي لها جلوكوز ومفيش اكسجين، الجلوكوز هيخش يتلطش له ويتقسم 2. بعد ما يتقسم 2 هل هيخش الفرن؟ لا مش هيخش الفرن، هيتحول لحمض ايه؟ لاكتيك، صح؟ طيب اتحول لحمض لاكتيك وكون لي 2 اي تي بي. اولا العضله كده الاي تي بي اللي بتتكون قليله ولا كتيره؟ قليله، صح؟ ماشي، وبيتكون حمض لاكتيك. قال لك بص، شايف حوار ان الاي تي بي قليله وحمض اللاكتيك دول بيسببوا الاجهاد، يبقى انا عندي التنفس الخلوي اللاهوائي او التخمر الحمضي بيسبب لي الاجهاد العضلي. طب يعني ايه اجهاد بقى؟ بص اي حد عنده اجهاد او بيجي له اجهاد في اخر الماتش، ايه اللي بيحصل؟ بتلاقيه حرفيا اللي هو ايه؟ يقول لك ده اكن معلق في رجله رمل، اللي هو حرفيا بيتحرك بالراحه، ماشي، يبقى الحركه بطيئه، يبقى انقباض وانبساط العضلات بطيء. ليه؟ ايه التفسير بتاع كده؟ قال لك بص الاجهاد بيتحرك بالراحه ليه؟ عشان الاي تي بي اللي بيتكون قليل، فالعضله بتنقبض وتنبسط ايه؟ بالراحه. ماشي. تاني حاجه بيحس بوجع في العضله، ليه؟ قال لك حمض اللاكتيك. يبقى الاجهاد بيكون بسبب نقص الاكسجين، فنقص الاكسجين يخلي العضله تعمل ايه؟ تنفس خلوي لا هوائي. ماشي، يبقى انا عندي الاجهاد بيحصل بسبب ان العضله مثلا، انت مثلا ايه، كنت بتلعب ماتش دلوقتي، جيت في اخر الماتش خلاص الدم مبقاش قادر يوصل اكسجين للعضلات، فالعضله مش وصل لها اكسجين كفايه، فهتعمل تنفس خلوي لا هوائي، فهتنتج اي تي بي قليله وتنتج حمض لاكتيك. فدلوقتي كده بسبب نقص الاكسجين هيحصل تنفس خلوي لا هوائي فيسبب الاجهاد. ليه؟ قال لك بص، لان الاي تي بي قليله والاي تي بي ديت قليله فتخلي فيه بطء في الحركه، يبقى اللا هوائي ده بيخلي الاي تي بي قليله، فاي تي بي قليله بص العضله عشان تعمل كده وتعمل كده بتحتاج اي تي بي، فبالتالي كل ما يكون الاي تي بي قليله كل ما يكون الحركه ايه؟ بطيئه. يبقى دلوقتي انت في اول الماتش بتلاقي نفسك بتتنفس عادي والاكسجين بيوصل للعضلات، العضلات بيحصل لها ايه؟ تنفس خلوي هوائي فتنتج اي تي بي كتير فتنقبض وتنبسط بسرعه، تمام. في اخر الماتش بتنتج اي تي بي قليله عشان ما فيش اكسجين، فايه اللي هيحصل؟ هتلاقيه بيجر رجله في الملعب. طيب وبتنتج حمض لاكتيك،
قال لك حمض اللاكتيك ده اما يقعد هنا كده، مش ده حمض صح؟ فهيزود الحموضه بتاعه العضله صح؟ يعني هيقلل البي اتش بتاع العضله صح؟ دول كده بيسببوا حدوث الم في العضله. يبقى زياده حمض اللاكتيك بتسبب الشعور بالايه؟ بالالم. فلو جه سالك قال لك الاجهاد العضلي يحدث نتيجه الايه؟ التنفس الخلوي اللاهوائي في العضلات. اشرح ذلك. هتقول ان انا عندي الاجهاد ده عباره عن بيبقى عنده عرضين، يعني في حاجتين بيظهروا عليه، ان هو بيتحرك بالراحه وحاسس بالم، يعني تلاقيه ايه؟ ماشي بيجر رجله كده. طيب ليه بقى بيجر رجله؟ عشان الاي تي بي قليله، عشان انا بعمل تنفس خلوي لاهوائي في غياب الاكسجين. طيب ليه بيحس بالم؟ بسبب تراكم حمض اللاكتيك. مفهوم؟ طيب لو جه سالك سؤال، ودي الاسئله اللي فيها فهم بقى، يجي يقول لك ايه، وركز معايا، استهلاك الجلوكوز في اول الماتش اكتر ولا في اخر الماتش؟ ما تسرعش عشان عارف انت قلت ايه؟ قلت في اول الماتش، لا في اخر الماتش. ليه؟ بص، انت في اول الماتش الواحد جلوكوز هيطلع لك 38 اي تي بي صح؟ في اخر الماتش الواحد هيطلع لك كام؟ 2 اي تي بي. تمام. فانا دلوقتي كده وليكن مثلا العضله محتاجه 700 اي تي بي عشان تنقبض وتنبسط، فهي نفس العضله، يعني في اول الماتش محتاجه 700 وفي اخر الماتش محتاجه كام؟ 700. طيب انا في اول الماتش عدد الجلوكوز اللي هستخدمه اكتر ولا في اخر الماتش؟ بص في اخر الماتش الواحد بيطلع 2، فهحتاج 350 جلوكوز عشان اطلع 700 اي تي بي. تمام؟ طيب في اول الماتش قال لك الواحد بيطلع 38، يبقى اذا 700 على 38 يطلع لك عدد الايه؟ الجلوكوز. يبقى انا عندي بستخدم جلوكوز كتير في الاخر، عشان الجلوكوز ما بيبقاش فعال قوي، بينتج اي تي بي قليله، فبضطر احرق منه كتير عشان انت الطاقه اللي انا محتاجها. يبقى استهلاك الجلوكوز بيزيد امتى؟ في اثناء التنفس الخلوي اللاهوائي، عشان هو بينتج اي تي بي قليله واحنا محتاجين اي تي بي، فهنضطر نحرق منه كتير عشان نطلع الاي تي بي اللي احنا محتاجينها. لكن في الهوائي الواحد بس بيطلع كتير، فمش هحتاج منه كتير. يبقى استهلاك الجلوكوز يزداد في التنفس الخلوي اللاهوائي. فيجي يسالك اهوت في الماتش، في اول الماتش ولا في اخر الماتش؟ لا بيزيد في الاخر. ليه؟ عشان هو بينتج اي تي بي قليله، فبحرق منه كتير قوي عشان انتج الاي تي بي اللي انا محتاجها. تمام؟ طيب لو كان العكس، دلوقتي احنا في اول الماتش فالواحد بينتج اي تي بي كتير 38، فمش هيحتاج منه كتير لان الواحد ذات نفسه بينتج كتير. طيب لو قلت لك امتى العضله بتبدا تستخدم الجلايكوجين؟ ما هو بص احنا بناخد الطاقه من ايه؟ من الحاجه الحره اللي هي الجلوكوز. طب خلصت هنروح على المخزن اللي هو الجلايكوجين. طب خلص هنروح للدهون. فمش هيبدا ياخد في الجلايكوجين الا لو كان خلص الجلوكوز. طب هو امتى هيخلص الجلوكوز؟ لو كان بياخد منه كتير، يعني في اخر الماتش. يبقى عندي يبدا استهلاك الجلايكوجين عند التنفس الخلوي اللاهوائي بسبب زياده استهلاك الجلوكوز. استهلاك مين؟ الجلايكوجين في نهايه المباراه بسبب ان هو زود استهلاك مين؟ الجلوكوز. طيب ده كده بالنسبه للاسئله بتاعت الاجهاد والتخمر الحمضي. تمام؟ يبقى الحمض ده بيسبب شعور بالالم، ونقص الاي تي بي بيخلي بطء في الحركه. طيب التخمر الكحولي، ركز لي قوي على حته ثاني اكسيد الكربون اللي بيطلع ده. قال لك بص تخمر كحولي يعني هحرق الجلوكوز في غياب الاكسجين في خميره او نبات. فالتجربه اللي بتيجي واكتر سؤال بيجي هيجي يعمل لك ايه؟ يروح جاي بص حاطط لك كده ماشي، يقول لك ده كده شفشق، تمام، حطينا فيه خميره ماشي وعسل وميه. يعني ايه من الاخر؟ عسل يعني جلوكوز، تمام؟ طيب خميره اهي دلوقتي وراح جاي قافلين عليهم، يعني مفيش اكسجين. يبقى انا دلوقتي ايه؟ في خميره وفي جلوكوز مفيش اكسجين. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل تنفس خلوي لاهوائي اللي هو تخمر كحول ويطلع ثاني اكسيد كربون. فلو كنا قافلينهم ببالونه هنا، ايه اللي هيحصل للبالون؟ هتتنفخ عشان الخميره والعسل هيعملوا تخمر كحولي ويطلع ثاني اكسيد كربون. طيب الفكره الثانيه نفس الفكره حرفيا، هيحط كده تمام خميره وعسل. طيب ويروح جاي عامل ايه بقى؟ قافل هنا كده وحاطط انبوبه، والانبوبه دي فيها نقطه زيت هنا كده،
ويقول لك نقطه الزيت او الحبر ده هتتحرك ولا لا، وهيتحرك فين. بص، خميره وعسل يبقى هيطلعوا ثاني اكسيد كربون، ثاني اكسيد الكربون هيطلع يمشي هنا فيزق نقطه الزيت دي للايه؟ نحو الخارج. اخر سؤال ممكن يجي في الحته دي هيقول لك ايه؟ هيجي يقول لك فسر ليه العجين بيتنفخ اما بيخمر. ليه؟ عشان العجين بيكون فيه خميره، صح؟ طيب والعجين ده فيه دقيق، يعني فيه نشا، يعني فيها جلوكوز، صح؟ يبقى انا عندي جلوكوز وعندي خميره، صح؟ ومفيش اكسجين لان انا مغطي الحله، فبالتالي هيحصل تخمر كحول ويطلع لي ثاني اكسيد كربون، هو اللي بيخلي العيش ينفش، او اللي هو الايه؟ بيخلي الخبيز العجين تمام ينفش. يبقى ليه العجين بينفش؟ بسبب تخمر الايه؟ الكحولي، هيطلع ثاني اكسيد كربون. مفهوم؟ طيب كده احنا نكون خلصنا فصل درس التنفس الخلوي في الكائنات الحيه. فاضل لنا اسهل درس في المنهج اللي هو ايه؟ الفاكهه بتاع المنهج، حاجه تافهه جدا، وهو الجهاز التنفسي اللي هو بيعمل ايه بقى؟ الشهيق والايه؟ والزفير. لو وصلت لحد هنا فانت برنس، تمام. نستودعكم الله خير، دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.